لو انت لوحدك دلوقتي او النور مطفي يمكن الافضل تأجل. في اوائل الالفينات كان في شاب مصري اسمه احمد، طالب في معهد السينما، حلمه يبقى مخرج كبير. احمد كان محتاج اوضه رخيصه قريبه من المعهد، اي حاجه خالص. وفي جريده قديمه لقى اعلان غريب، اوضه على السطح ايجار رمزي. راح يشوف المكان، العماره اسمها عماره زهره في مصر القديمه. عماره قديمه قوي، السلم ضلمه حتى في عز الظهر، ريحه عفن والحيطان متشققه. صاحب العماره راجل كبير في السن ووشه مش مريح ابدا. قال له الأوضة دي فاضية من سنين، محدش قاعد فيها وكمل شهرين، يا إما هرب يا إما حصل حاجة. أحمد ضحك وقال له خرافات، وأخد المفتاح. أول يومين عادي، لكن في الليلة التالتة صحى على صوت خدش على باب الأوضة الحديد، زي مفتاح غلط بيحاول يدخل. فتح الباب بسرعة، مفيش حد. تاني ليلة نفس الصوت، بس المرة دي مع همس ست. أحمد قلبه وقع، قفل الباب وقال أكيد تعبان. بس الغريب بدأ يظهر في المراية في الحمام، كل يوم تتوسخ بحاجة شبه الدم، لونها غامق، يمسحها ترجع تاني. وكل ليلة يحلم نفس الحلم، ست لابسة فستان أبيض قديم واقفة عند رجليه، وشها مش واضح، وتهمس أنا زهرة ارجع لي. وفي ليلة صحى على صوت خطوات جوه الأوضة زي حد حافي، ولما بص في المراية شافها وراه، عيون سودة فارغة. لما اختفت قرر يسأل عن العمارة. واحد من العمارة قال له زهرة بنت اتقتلت زمان واتدفنت تحت أرضية الأوضة، ومن ساعتها اللي يسكن هنا ما يكملش. أحمد حاول يهرب، لكن الليلة الأخيرة صحى مش قادر يتحرك، حاجة تقيلة على صدره. الست فوقه وشها قريب قوي وهمسات بتعذبني. ايديه اتحركت لوحدها وكتب على الحيطة بالكحل زهرة زهرة زهرة. تاني يوم حاول يجري، باب العمارة مقفول، النور قطع وصوت صرخة أحمد ما تسيبنيش. آخر حاجة حس إن حد بيسحبه تحت السرير. وبعد كده أحمد اختفى، الشرطة ما لقيتش غير شنطته وورقة مكتوب عليها زهرة زهرة زهرة. ومن ساعتها الأوضة مقفولة، بس ناس كتير بتقول إنهم لسه بيسمعوا أحمد أو زهرة. لو عديت من هناك وحد نده عليك باسمك ما تردش.